بقولها وانا في كامل قوايا العقليه، ليه منتخب مصر ما ياخدش كاس العالم؟ ده مايك. عايز تقول ايه؟ لا مش عايز تقول حاجه؟ طيب سيبنا احنا نقول بقى. دي البطوله الامتع في التاريخ. كوره في اوضه اللبس، كوره في التدريب اللي قبل الماتش. هتشتمني؟ اشتمني. انا شايف ان رونالدو يستاهل معامله نيمار مع البرازيل. انا اتحدث التايلانديه جيدا هكذا. التوقعه بتاعت ربنا دي بقى. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال، اهلا بيك في الحلقه الثالثه من قهوه المونديال. تعالى يا دكتور، يعني ده اكيد دكتور في التحليل والتكتيك برضه. اوعى كده البرنامج اللي بيغطي لك مشوار الفراعنه في البطوله من اكتر مكان بيمثل الكوره، القهوه البلدي. يا جدعان انت هتقفل البرنامج يا يوسف يا صلاح، سالتك انت كندي تقول لي ايه؟ ليه الفجوه كبرت ووسعت بين ميسي وبين رونالدو بهذا الشكل؟ في برنامج اسمه قهوه المونديال. مش هكابر النهارده، رونالدو مش قادر. انا شايف ان ميسي بجد هو خلاص موهبه ربنا، هو فرض نفسه. انا بشوف ان ميسي تفوق على رونالدو لسببين. صلاح ميسي هديك الباسبور وتغادر لتايلاند. انا كندي فوق راسي شايل بلدي. مصر ضد استراليا دور ال 32. لو استهونا وقلنا دي استراليا هنروح. النهارده بعمل اللي عليا وبشتغل، والله عملتها. انا جامد جدا ورقم واحد ما فيش زيي على كوكب الارض والحمد لله. فشلت، انا كده كده مش خسران حاجه ويكفيني شرف المحاوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعلي؟ هنولع يا نهار ابيض. انسى ميسي دور 16 كاس عالم، بطل العالم، يعني انت مش ميسي. الشعب المصري كالعاده كله بيفهم كوره وكله بيتكلم في الكوره. هفرح غصب عنك يا عم. المساحه هنا للجميع. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال، اهلا بيك في الحلقه الثالثه من قهوه المونديال. البرنامج اللي بيغطي لك مشوار الفراعنه في البطوله من اكتر مكان بيمثل الكوره، القهوه البلدي. يا جدعان طقم شاي بالنعناع للرجاله يا ابني، لزوم الروقان. دي البطوله الامتع في التاريخ، هي امتع بطوله انا شفتها واتفرجت عليها تقريبا من 2014 وانا بتفرج بحكم سني على كاس العالم. دي امتع حاجه انا شفتها. التشكيك كان كتير، المقارنات كانت اكتر، وقطر ومش قطر. لكن في البدايه قبل ما نتكلم عن اي حاجه خليني ارحب بضيوف النهارده. استاذ وائل عامل ايه؟ اهلا بيك يا احمد. اخبارك ايه؟ واهلا بالمشاهدين كلهم. كله تمام؟ كله تمام. كنت متالق انت الحلقه اللي فاتت، يعني مع بعض دايما ان شاء الله. حبيبي. وخلينا نرحب برضه بيه وهدان. عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ يا احمد كويس. عمو وهدان عامل ايه؟ زي الفل. برحب بيكم بالساده المشاهدين. سلم لي عليه. حاضر. جاهز يا باشا؟ جاهز. متابع انت؟ مولع الدنيا على التيك توك وتحليلات وتغطيه. طيب النهارده بنتكلم ان احنا خلاص دور ال 32 بدأ وبيخلص. مصر عندها ماتش مهم جدا مع استراليا. القدر بينصفنا ان احنا وقعنا مع منتخب سهل مقارنه باول المجموعه وثالث المجموعه عندنا، صح كده؟ انا عايز اعرف منك لحد هذه اللحظه شايف البطوله ازاي؟ البطوله يا احمد كلها تحديات، كلها نديه. فرق ما كنتش تتوقع ان هي تظهر بالمستوى ده بقت بتتفرج وبتتمتع بالكره اللي بتقدمها. عندك كاب فيردي، ماشي، عندك السنغال في الاخر بدات تضرب نار. طبعا المغرب حدث ولا حرج. كل الفرق اللي انت مش متوقع. مفاجاه باراجواي. باراجواي دي قصه ثانيه. باراجواي دي الناس مجتهده مع ناس بتبني لسه فريق اللي هي المانيا. ارجع لاخر بطولتين، بطوله 18 وبطوله 22. المانيا خرجت من دور المجموعات. يعني كده المانيا السنه دي عملت انجاز لما صعدت من المجموعات، لعبت ال 32. المانيا بقالها بطولتين بتخرج من المجموعات. النهارده ما بقتش مفاجاه ان المانيا بس هو كده كده جيلها ده خلاص تعبان، يعني فريق مهلهل، فريق ما فيهوش النجوم اللي زي زمان، فريق ما فيهوش الكره الالمانيه بتاعت التكتكس والماكينات بعد الالمانيه. كاس العالم ما خدوه ده بقى كان الجيل وخلي بالك المانيا من طبيعه المنتخبات اللي بتحب مدير فني يقعد معاها بالسنين. انت بتلاقيهم دلوقتي بقوا بيغيروا كتير. انت بقى رايك ايه في البطوله كلها لحد دلوقتي؟ ممتازه. بطوله جميله، بطوله ممتعه فيها. كلها تحديات، اهداف كتير، مباريات كتير. يا ريت تطول اكتر من كده اصلا. قول زي ما انت عايز تقول. بطوله مليانه اهداف، مليانه مفاجآت. يا نهار ابيض. انت بتتفرج امبارح على كوت ديفوار، تحس ان النرويج هي اللي من افريقيا. ايوه
ده حقيقه فعلا البطوله كانت ناس كتير شككت يا وهدان، ممتعه بصراحه. وناس كتير قالت قطر مفيش حاجه هتعوضها. ممكن بقى اللي بيحبوا ميسي هم اللي طلعوا الاشاعه دي، ممكن برضه عشان كانت دوله عربيه واحنا عرب فشايفين ان دي حاجه مش تتكرر. التنظيم دوله صغيره كان في اجواء كويسه حاجه ما برضه. كانتش متوقعه ان هي تحصل بالشكل ده. بالظبط. كان كله بيشكك قطر هتقدر، قطر صغيره، فهي قطر قامت بالواجب. قامت بالواجب والزيادة. والزياده، نقل ومواصلات. مش هنتكلم عن قطر، احنا دلوقتي في كندا امريكا والمكسيك. عايز اعرف بقى انت رايك خاصه في الحته بتاعت مقارنات قطر بكندا امريكا والمكسيك، وليه الناس ما كانتش متقبله البطوله في الاول وضدها بكل الاشكال ودلوقتي الناس كلها بتحبها. طيب دلوقتي بالنسبه لبطوله قطر، لان هي اول حاجه ان هي بطوله في دوله عربيه، تمام، فدوله اسلاميه، فبمناسبه لعاداتنا وتقاليدنا. تمام. كمان البطوله نفسها كان وقتها مختلف، كان انت قطعت السيزون نفسه عشان تعملها البطوله في الشتاء. فبالنسبه لي انا كجيلي مثلا جيل 2002 بتمثل لي ذكريات حلوه. كنت مع اصحابي في الجامعه نطلع نتفرج على الماتشات بعد الامتحانات. تمام. فبالنسبه لي ذكرياتها حلوه بالنسبه لي. بالنسبه لي برضو ميسي عمل فيها اداء خرافي. هو ميسي بيعمل اداء في اي بطوله، اداء في اي بطوله عامه. بس لا اداء استثنائي، مش اداء خرافي، اداء استثنائي اللي هو مغاير للطبيعه البشريه خالص. مع ذلك هو خد انتقادات في قطر لان معظم الاجوان كان من ضربات جزاء. معظم لا الجوان لا 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 سيبك من دور المجموعات. ميسي في قطر ماتش هولندا وماتش المكسيك. ماتش المكسيك ده لو كانت الارجنتين خسرته شكرا. يا جماعه الكوره مش في الملعب بس، الكوره في اوضه اللبس، الكوره في التدريب اللي قبل الماتش، الكوره في المعسكرات. الحاجات دي كلها اللعيبه الكبيره هي اللي بتبقى بتأثر فيها. ومدير فني طبعا، بس ميسي هو المدير الفني ورئيس الاتحاد. تعالى لي بقى كل حاجه طالما انت قلت ميسي كل حاجه هو قائد. في حد مهم قوي في الارجنتين ما حدش ركز عليه لما خد البطوله، المساعد سكالوني. سكالوني ده تمام، هو المفروض ان ده ميسي بيقول عليه ان هو قدوته. ميسي بيقول على مساعد سكالوني ان هو قدوته. انت جبت المعلومات دي؟ انت متاكد؟ دي معلومه مؤكده. معلومه مؤكده ان ميسي ساعه ما اللعيب ده كان بيلعب كان ارجنتيني بيلعب في فالنسيا زمان. تمام من اشهر لعيبه، انا مش فاكر اسمه دلوقتي يعني بسبب هو ليه ممكن يقول حاجه زي كده عليه مثلا؟ هقول لك، لان ده من امهر اللعيبه اللي ميسي اتاثر بيهم في اسلوب الدريبل. تمام. مساعد سكالوني ده خسر بطولات كتير قوي مع الارجنتين، ولعب مع ميسي بطوله واحده بس، بطوله 2010 ايام مارادونا. تمام. فبالنسبه لي مساعد سكالوني ده لما شفت قصته مؤثره جدا، قصته حلوه جدا. يا ريت المشاهدين يسيرشوا ويبحثوا عنها. قصه من احلى القصص، ان هو خسر كتير وعمل فترات في فالنسيا حلوه جدا، كسب معاهم دوري اوروبي، كسب معاهم. هو ممكن ميسي بيستلهم منه. استلهم منه، بالذات ان هو تخيل ان ميسي يقول عليك انت قدوتك. طب عايز اروح لحته مهمه بقى، عشان الحته دي تشغل بالي من اول ما البطوله بدات. انا من الناس اللي بتحب كريستيانو رونالدو جدا جدا جدا، وفضلت لسنين طويله ما استحملش حد يقول ان ميسي احسن من رونالدو. لما اشتغلت في الاعلام بدات اقتنع ان انا خلاص هستمتع بالاثنين، لكن برضو قلبي بيروح لكاركتر واسلوب ودماغ وبراندنج رونالدو. انا راجل بحب التسويق جدا والبيرسونال براند، فانا بحب الشخصيه دي، بحب بنائه لقيمته والاسمه وشركاته والبيزنس وكل ده. وجوه الملعب فاهم، انا بحب رونالدو. بس انا من الناس مش هكابر. النهارده رونالدو مش قادر. انا هقول اسبابي ووجهه نظري ليه الجاب او المسافه بقت كبيره جدا بين ميسي ورونالدو، رغم ان خلاص السن بقى قريب. لان الحجه ان الموسم اللي فات او كاس العالم اللي فات اصل ميسي لسه صغير ورونالدو 35 سنه. النهارده ميسي 39 سنه، هو مكسر الدنيا يعني. لا، فانا نفسي افهم ليه الفجوه كبرت ووسعت بين ميسي وبين رونالدو بهذا الشكل. انا من الناس انا بتفرج بدعمه من اجل بحبه. والله يا جماعه لو ما عملش حاجه عجبني، جاب جون عجبني، ضيع ضربه جزاء عجبنا، البرتغال خرجت برضه عجبنا وبنحبه، خد الكاس العالم برضه هو الاحسن. لكن انا جوايا مش بستمتع ومش حاسس بوجوده في الملعب، واعتقد اللعيبه كمان نفس الكلام. فانت بتشوف ليه ده حصل؟ بص باختصار شديد انت بتقارن ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو، يعني ما بين الموهبه وما بين القدره. القدره دي اللي هي ايه؟ جايه من نظام غذائي، جايه من تدريب يومي، من شغل بدني، فالجسد لا يرحم. انت وصلت لمرحله الاول كنت بتقرب الجاب ما بين الاثنين، ما بين الموهبه بالقدره والتدريب والنظام الغذائي والجهد والعرق والتركيز. خلاص الجسد لا يرحم في الحاجات دي، لكن يرحم فين؟ في الموهبه. علشان كده الجاب كبرت، الموهبه مكمله.
يعني ايه اللي يخلي ميسي متفوق بهذا الشكل النهارده؟ ما هو ميسي الموهبة. مش بينافس رونالدو، ما أنا بقول بينافس هالاند ومبابي. الموهبه شباب في الموهبه العشرينات أيوة، هي دي بقى عمرهم. الموهبه مكمله. كريستيانو لما كان عنده 30 و25 كان بيعوض فرق الموهبه ده بالنظام الغذائي والشغل البدني، فكنت بتلاقيهم جنب دلوقتي بعض. مش فات، انت دلوقتي خلاص. عضله الفخذ قد كده ايه. خلاص مش قادر. اه الجسد لا يرحم زي ما بيقولوا بالظبط. ابراهيموفيتش طلع قال لك ايه، انا هبطل كوره عشان خلاص مخي مش قادر يطبق اللي بيعمله جسمي. فما بالك كريستيانو اللي كان بيعمل كل حاجه وبيعوض الفرق ده بالتدريبات البدنيه يعني نقدر نقول ان الموهبه تفوز في النهايه. طبعا. بتشوف يا وهدان برضو عايز اخد رايك في انا هقول رايي بس هسمعكم الاخر. طبعا متفق. شايف الموضوع ازاي؟ انت الاول بتشجع مين، بتحب مين عن مين؟ انا بالنسبه لي لحد ما انا مثلا كنت لحد سن 14 سنه كنت بحب رونالدو اكتر. انت عملت سويتش. عملت سويتش بصراحه في فتره ما اول ما ميسي ده بدري اهو في عز رونالدو ده كده 2014 ده رونالدو بالون دور ودوري ابطال بالظبط. لكن بعد كده ابتديت اميز ميسي اكتر لان الموهبه الربانيه برضو بتفرض نفسها وبتفرض نفسها على الساحه. ده مايك. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ لا مش عايز تقول حاجه؟ طيب سيبنا احنا نقول بقى. انا بالنسبه لي ميسي طبعا موهبه ربانيه، وكمان ان هو يقدر يعمل كل ده وبيجاري امبابي وبيجاري هالاند وبيجاري فينيسيوس. تعامل فكرني مثلا بفيلم كنت كاتب مره بوست على الفيسبوك، في فيلم كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين اسمه كونغ فو باندا. تمام. كان في 5 مقاتلين شرسين، عندك النمر اللي هو رونالدو، عندك البرغوث اللي هو ميسي، عندك هالاند اللي هو النعامه والزرافه حاجه، عندك القرد اللي هو فينيسيوس مثلا، عندك القرد اللي هو فينيسيوس. انت هتقفل البرنامج. انت هتقفل البرنامج. بس انا فاهم ان هو كلهم كلهم ان هو بيحاولوا ان هو مش هيكمل. ممكن يرفع القضيه يا جدعان. مش قصدي شيل يا ابني في المونتاج، هو قصده وصف الفيلم. مش قصده تنمر خالص. وصف الفيلم يا ابني. التنمر دلوقتي بقى بطرد، الحركه دي بقت بطرد دلوقتي. انا خايف اعملها والله. ماليش دعوه. المهم فالفيلم نفسه ال5 بيتقاتلوا على لقب معين، فاهم؟ انا شايف ان ميسي بجد هو خلاص موهبه ربانيه، هو فرض نفسه، هو قفل اللعبه، هو عمل كل حاجه، اخد كل الجوائز، كسر كل الارقام. انا عايز اقول لك يا احمد، انا فهمت من كلامك انت عايز تروح لحته الضغط. لا ميسي كمان مش مضغوط زي رونالدو. لا قصدي ان انت يعني رونالدو حتى وهو في بيلعب السعوديه بالرفاهية. كان عليه السبوت، كان عليه الاهتمام. لكن ميسي مين كان بيصحى يشوف ماتشات لميسي غير فعل اللي بيحب نفسي قوي 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 يعني هنا في مصر؟ بس مين كان بيصحى يتفرج على ماتشات لانتر ميامي؟ انت مثلا، انا كحد مصري كنت مثلا بشوف الملخصات او الاجوان من اليوتيوب، اجوان فاولات هايله. بس انا يعني رونالدو برضو كان عليه ضغط. كان اخويا مثلا يقعد يتفرج على ماتشات رونالدو وهو في السعوديه عشان ماتشات في وقت مناسب. لكن برضو ده يرجعنا لحته الوقت. انت مثلا ماتش مصر الجاي في وقت مناسب لكل الناس. بس بنتفرج عليها انما الشوارع مليانه. الشوارع مليانه. بص بقى، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا هقول لكم القصه وما فيها والحكايه والروايه والتيت والشريط وحسام ابراهيم. بص اي توائم الكلم والماني. انا هقول لك الخلاصه. انا بشوف ان ميسي تفوق على رونالدو لسببين. اول سبب وده اللي الجميع بيتكلم عليه، وهي فكره ان ميسي لعيبه المنتخب بتخدم عليه عكس رونالدو لعيبه البرتغال مش بتخدم عليه. وده الاسباب نفسيه، اهمها ان لعيبه الارجنتين بتتعلم من ميسي. شايفين القدره فيه. هم عارفين ان البلد كلها شاكب راكب بالرئيس الدوله بالوزراء هو ميسي. انما الناحيه الثانيه انت بتتكلم ان رونالدو هو جزء من المنظومه. هم مش قادرين كمان يعتمدوا عليه بالشكل اللي بيعتمد الناحيه الثانيه على ميسي بسبب مركزه. هي دي. انا بشوف ان السبب الثاني ان مركز كريستيانو ظلمه. ميسي كان وينج، رونالدو كان وينج، صلاح كان وينج. بنتكلم عن ثلاثي اساطير في اوروبا لمده 10 سنين، صح كده؟ الثلاثه لما كبروا والعضله ما بقتش قادره، ايه اللي حصل؟ عملنا سويتش للمركز. صلاح وميسي النهارده بيلعبوا ايه؟ صناع لعب بدون ضغط، بلعب حر في الملعب. اروح في اي حته زي ما انا عاوز تحت المهاجم، خد انت والجون، هات جون، بص شوط احط، خد هات لي ضربه جزاء. رونالدو لما غير مركزه بقى يلعب ايه؟ راس حربه. طب هو اصلا نسال نفسنا، هو الراس الحربه ده اصلا امكانياته والمهام اللي المفروض يقوم بيها ايه؟ انا عايز اضغط، اكبس، انا عايز الدفاع يزهق مني، انا عاوز اطلع العرضيات، اخد الملعب طق 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 على الباك وعلى المدافع ومحطه، استلم
واجري بسرعه في التحولات، اخد محطه ولا اودي سيروهات صح كده. أهم حاجة. والانفرادات انا النهارده كبرونو، انا برونو يا عم، اعتبرني برونو، ركب يا ابني وش برونو على وشي بالذكاء الاصطناعي وايه حجم مرتد وهكسر الخطوط زي ما ميسي بيكسر الخط. انا مش هباصي رونالدو لو الدنيا اتطربقت، ليه؟ انا عارف انه مش هيجري، ولو جري هحرجه. فاذا بقينا كلنا في البرتغال بنلعب وعارفين ان رونالدو مش قادر ومش هو اللي هيخد، مش مهما خدمنا عليه رقم واحد هو خلاص انا مش واثق فيه ان هو يعمل حاجه. هي دي ملهاش غير كده، لان مركزه بيبين انه ضعيف، مش قادر يجري، هو مش هيقدر يجري كراس حربه، هو عايز حاجه على الخفيف. طب هلعبك ايه؟ ما انت بتعرف، انت مش صانع العاب. طيب الحاجه الثانيه بقى ان لعيبه البرتغال كلهم نجوم، يعني برونو ده برضه عشان ده اكتر واحد عامل مشاكل، كبر واتولد واتنشأ وظهر وتألق في انجلترا وفي البرتغال، ولحد النهارده عايش تحت مظله مين؟ البرتغال لو خرجت هيتكلموا عن رونالدو، البرتغال لو كسبت كاس العالم هيتكلموا عن رونالدو، البرتغال لو سجلت ورونالدو ما سجلش هيتكلموا عن رونالدو، رونالدو لو نزل على الدكه هيتكلموا عليه، في الملعب هيتكلموا عليه. رونالدو ما هو دي ليها ميزه وليها عيب، والميزه هنا شخصيه واحده انا اللي باخدها لوحدي. رونالدو ما عرفش يعمل اللي ميسي بيعمله مع لعيبه الارجنتين، ما عرفش ينقل الشهره والمساعده والتواضع للعيب، هو دايما واخد السبوت، وحتى لو هو ما خدهوش يعني، حتى رونالدو هو في المدرجات لو في المدرجات وما بيلعبش واعتزل، عارف الكاميرا هتيجي على مين؟ على رونالدو. فهنا التأثير التسويقي رونالدو خلاه في ضغط، وهو ما عرفش هو مش الشخصيه بتاعت اللي هو شفت ميسي بيقولوا ايه، هو ما يعرفش انه ميسي، اللي هو خد ضربه جزاء هو مش فاكر، هو ما يعرفش هو بينافس على الهداف، بيساعد اللعيب، فاهم؟ عشان كده اللعيبه لو بس حد خبطه هيقوموا يقتلوه، مش مهم، ممكن لاعب يتوقف نهائيا عن الكوره بسبب ميسي عشان ياخد حقه. انما رونالدو بيعاملوه معامله قذره، ان هم شايفين انا مهما ابذل مجهود مش انا اللي هتلمع، ومهما احقق مع البرتغال انا مش نجم، وانا نجم في فرقتي، انا نجم في باريس، انا نجم في اليونايتد، انا نجم في انجلترا، بس مهما اعمل في البرتغال مفيش، انا اسمي ولا اي حاجه جنب مين. فرونالدو ده لعب وطلع وهيعتزل، ده كبير، ده حاجه و30 سنه قرب يعتزل، ومين اللي في الصوره؟ فهم انجز بقى. فانا بشوف ان دول اكتر سببين بالنسبه لي مقنعين. اول حاجه مركزه ما خدموش لما غيروا، ان هو مش صانع العاب. تاني حاجه التسويق، اسمه التسويق اثر عليه سلبيا. انت رايك ايه؟ بص، ارجع للماتش بتاع كاس العالم، اخر ماتش كريستيانو جايب فيه جون للبرتغال، كان غانا لا اللي فات، تمام. اللي حصل ايه؟ برونو يا عيني عامل سبرنت من قبل نص الملعب، تمام، وكريستيانو وهو بيفتح له بيشاور له ما تبصليش دلوقتي. لا ده الجون الماتش اللي فات، انا بقول لك الماتش باكستان صح؟ الماتش كاس العالم اللي قبله. لا ماشي، الماتش اللي فات. واول ما لعبها له بقى انفراده هو والجون، كل الميديا العالميه اتكلمت ايه؟ بص عبقريه كريستيانو بيوجه، انا عايز لما وجه برونو هو عارف يلعبها ازاي. إيه؟ الراجل قال لك انا تعبت وعملت سبرنت. هو ده الموضوع. مش معترضين على رونالدو كرونالدو، رونالدو مهما حصل، بس احنا بنتكلم في فتره حاليه، في واقع دلوقتي. خلي بالك من حاجه، تعالى قدام كولومبيا، تعالى قدام فرنسا، تعالى قدام اسبانيا، تعالى قدام فريق غتت الراس الاخضر، تعالى قدام فريق اوزباكستان، مع احترامي ليها رونالدو لو جري جنب اي مدافع لو ما سبقوش هيبقى جنبه، لكن تعالى جري رونالدو جنب مدافع كولومبيا ولا جنب مدافع الكونغو ما عرفش يعمل حاجه. فاهم فرق البدني بقى؟ ما هو ده اللي قلت لك عليه، البدني خلاص ما بقاش مستحمل الهوم ورك اليومي بتاع جسمه، ما بقاش خلاص سنه مستحمل الكلام ده، سنه مش قادر يجاري التمرينات اللي بيعملها مع النظام الغذائي بتاعه، مش قادر التوليفه دي. طب التالنت بقى، الموهبه، هو اللي عليا النعمه. ميسي ده لو بكرش واقف في الملعب على الواقف يقول لك يا باشا اديني فاولات احطها لك جون، اشوط لك، اديني كوره من بره احطها ار2. هو ده بقى اللي وسع الجاب ما بين ميسي وكريستيانو. يا عم مش هجيب اجوان، مش عايز اجيب اجوان، خد انت الجون، وقفني في نص الملعب، العب ب4-1-4. انا شايف ان رونالدو يعني بمناسبه بقى رجوع نيمار، انا شايف ان رونالدو يستاهل معامله نيمار مع البرازيل. بمعنى ايه؟ نيمار دلوقتي بيتعامل مع البرازيل ازاي، او انشيلوتي بيعمل معاه ايه؟ انشيلوتي بيشوف سر الماتش عامل ازاي، ونيمار طلع بنفسه في تصريح قال لك ان فينيسيوس دلوقتي هو نجم المنتخب، تمام؟ ده بيبين ان نيمار خلاص هو عايز. انا اسف هقطعك، انا فهمت انت عايز تقول ايه، بس وبعدين في حاجه مهمه، عنده لياوي، في لعيبه، يعني دايما كنت بقولها لواحد صاحبي، في لعيبه
كان بيتخانق معايا يوسف صلاح برضه زي المره اللي فاتت. يا يوسف يا صلاح اتخانق معايا في اول كاس العالم، قلت له كان عايز رونالدو يقعد دكه، قلت له بص محمد صلاح رونالدو ميسي دول مش فينيسيوس مش هالاند مش دي اللعيبه مهما حصل ومعايا على الدكه لازم ينزل. الناس دي كلها يا جدع احنا محمد صلاح بيشجعوه من المكسيك وكندا وامريكا ليه؟ عشان هو بقى محمد صلاح. انا قلت لك المره اللي فاتت جماهير البرتغال في الملعب مش كلها برتغاليين ليه؟ عشان رونالدو. ميسي نفس الكلام، فانا ما ينفعش يقعد دكه ايه؟ انا لو انا رئيس جمهوريه والمدرب انا اسف يعني وهيقعد ميسي ولا يقعد وربنا مشيه يا راجل بتتكلم. فنيمار خلاص الناس بعد فتره اخر 10 سنين نيمار ما وصلش للبيك، عارف ان انا عادي اقعد دكه وعارف ان انا عادي اقعد دكه، لكن ما ينفعش رونالدو يقعد دكه حتى لو بعكاز، يبقى الحل انه يعتزل. هو في 2022 كان قاعد. بس انا مش عايزك تجاوب بقى، انا عايز اجي لك من حته مهمه قوي عشان اتكلمنا في زاويه مختلفه. دلوقتي ليه جماهير رونالدو على قلبها على موتها ان هي تعترف باللي احنا قلناه ده؟ انا هو راجل بحب رونالدو بس انا واقعي، انا مش هقدر اكون بتفرج على رونالدو في الملعب. هو مش قادر. يلا بقى يا عم اعمل اي حاجه، ما انا شايف التاني بيطلع نار من بقه، التاني ما بيماتش، ما تقدر متضايق حتى ما نزل حط فاول. يا عم اقعد بقى كزهقتنا، سيب اي حاجه للراجل هو انت عشان بتحبه فبتلاقي الشماعات. انا قاعد بتفرج ليه؟ عايز اشوفه بيعمل اي حاجه، مش حاسسها، هو مش، انا حاسس ان هو مش قادر، فبقيت بتفرج نظام ايه بقى؟ لا عاجبنا يعني فاهم، بس انا مش، انا جواه مش عايز دي. بص ما حدش بيساعده. فليه بقى جمهور الحمدنا وجماهير رونالدو مش مقتنعه بده مهما حصل؟ العاطفه يا احمد، بص انت العاطفه تغلب اي حاجه فاهم، وخلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه كمان، انجاز رونالدو سابق عاطفه ولا عشان ما يتقالش ان ميسي انتصر على رونالدو وجمهور ميسي انتصر على جمهور طب هقول لك رونالدو. على حاجه، طب ما هو هقول لك على ما حاجه، لو طب ما هو اعترفت جمهور بعد الحمدنا صراع كبير. اسمعني بس، ما هو جمهور الحمدنا فضل معاير ميسي 5 سنين من 2016 لحد 2021 ان رونالدو سابق ميسي، صح ولا غلط؟ لما عمل انجاز مع المنتخب لما جاب اليورو. ميسي اعتزل اصلا صح؟ ما استحملش الضغط كمان. ايوه ما هو ميسي فشل مع المنتخب مره، ربنا فتحها عليه من وسع. بالظبط، يعني رونالدو انجازه سابق انجاز ميسي كمان، يعني الفكره ان هو كان عنده بدل الفرصه يعني 4 هيعترفوا ولا و5. مش هيعترفوا؟ انا شايف ان هم بعد كاس العالم دي خلاص لازم يعترفوا بقى ان رونالدو خلاص. طب خلينا نقفل القصه دي، خدت حقها زياده بس انا كان لازم اتكلم فيها، معلش مضايقاني قوي مضايقاني. مفاجآت دور ال 32 باراجواي بتطلع المانيا. دي مش مفاجاه بالنسبه لي، ممكن تكون مفاجاه للعالم عشان المانيا بطل عالم، لكن على الورق والملعب ودور المجموعات شفت مباراه كوت ديفوار والمانيا عادي صح؟ عندك مفاجاه ثانيه، اليابان كانت هتطلع البرازيل، وانا من وجهه نظري من بدايه البطوله وقبلها ولما مصر لعبت البرازيل دي مش البرازيل، واجلا ام عاجلا البرازيل واجلا ام عاجلا هتطلع. وكان وارد جدا تطلع وتحصل المانيا، تبقى مفاجاتين. ونخش على المغرب اللي طلعت هولندا ومش سايبانا في حالنا. المغرب مش عارف عايزين تاخدوا كاس العالم بجد ولا ايه؟ لا بجد والله عايزين تاخدوا كاس العالم. فبتشوف ان دور ال 32 هيكمل في المفاجآت، ووارد جدا لا الارجنتين اللي كل بيقول لك كاب فيردي على قد الايد، طب ما انا هقفل وارزع ولا ايه؟ طيب في مفاجآت تاني؟ قبل ما نتكلم ماشي. عن اي حاجه نتكلم عن منتخب المانيا. ماشي. منتخب المانيا اخر بطولتين او اخر نسختين كاس عالم هو خرج من دور المجموعات. تمام. يعني 18 و22 خرج من المجموعات. احنا هنا هو اتأهل من المجموعات بس يقولوا دور 32 برضه. 32 تمام. بيودع بدري. المانيا وهي داخله البطوله ده منتخب كبير، ده من المنتخب بس انت مصدقها من جواك؟ بس انت من جوه مجهز اسباب خروج المانيا. مش هيعملوا حاجه، انت حاسس مجهز مجهز. وخلي بالك من الحلقه ولما اللي قلت لك ما فهمش النجم البارز، ما فهمش الجمل بتاعت زمان، التاكتكس والماكينات الالمانيه والسرعات والبدني، الحاجات اللي كانوا بيتميزوا بيها. يعني دي الفرقه اللي ادت البرازيل 7 في ملعبها؟ لا طبعا. يا نهار ازرق. لا طبعا. هو نهايه جيل ولسه بيدوروا على بدايه جيل جديد. ده هيدوروا كتير. ويرجع لبدايه جيل جديد دي افتكرها عشان كمان شويه هنحتاجها. ماشي. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه المغرب. خش على المغرب. انا خدت شتايم من المغرب. هو مش مفاجاه. ولا عشان شجعت هولندا. هو مش مفاجاه ان المغرب تكسب هولندا على فكره. ولا سير اللقاء. بس هولندا. بس المغرب انت بتتفرج على الماتش، انت بتتفرج على الماتش لعيبه مغلوبه 1-0 لحد الدقيقه 90 او 92. اللعيبه مصدقه نفسها، اللعيبه واثقه من نفسها وتمتلك من الخبره الكافيه ان هي عارفه ان هي هتتعادل. لا ده بالعكس، ده بتروح وبتهاجم وحاطه هولندا في نص ملعبها، وكومان مش عارف يعمل ايه. تعديلات في المراكز،
المغرب فريق مرعب. المغرب يعني فعلا لعيبه اتمرمغت في تراب اوروبا زي ما بيقولوا. تتفرج على ادائهم في ماتش هولندا يستاهلوا بصراحه. ممكن يكملوا لحد فين مثلا؟ ما اصل هم هيلعبوا كندا وبعد كندا فرنسا. فانت ما بتتحركش. اخرهم فرنسا ولا كندا؟ لا اخرهم فرنسا. طيب انا طب بالنسبه وكندا لي مش مثلا ماتش وهلندا؟ المانيا. لا كندا في كندا المغرب. نادينا المانيا كتير حقها النهارده عشان المانيا الناس ما كانت- تزهقش مننا بقى. لا كندا كندا ملعبها وجمهورها وكل حاجه، بس وكويسة. كويسه بصراحه. يعني دي كندا عندها بتاعت كام الموسم اسم اللي فات. كويس، عندها جوناثان ديفيد وعندها بيرتو ديفيد وعندها ديفيس، عندها كام اسم كويس بتعتمد عليه، بس كلهم مش ديفيد. هيكملوا. مش هيكملوا. انا قصدي مثلا ايه؟ مم. انا اتفرجت على المغرب وهولندا وده ملعبي وارضي، وانا مش بالسذاجه اللي هنزل مش واخد بالي من المغرب حتى لو طبعا المغرب طبعا. انا شايف ان كندا هتقفل دفاعيا، ده غير ان هي يعني عندها كذا لعيب مميز في الانطلاقات المرتده وكذا حد سرعات، يقدروا ان هم يعني يقفلوا الدنيا على المغرب. هم فريق برضو بيعرف يقفل وبيعرف يطلع مرتدات كويس قوي، عنده كذا موهبه حلوه. عايز تقول ايه؟ بص، عامل الارض والجمهور اه طبيعي بيفرق مع الفريق او المنتخب بالايجاب طبعا. ماشي بس ليه سقف يا احمد، ليه ليميت. ماشي. انا هقدر اعوض الفوارق الفنيه والبدنيه اللي ما بيني وما بين الفريق المنافس بتاعي ماشي بعامل الارض والجمهور لحد معين، ليميت معين. ماشي. بس في فوارق خلاص مش هقدر. اعتقد ان كندا مش هتقدر. المغرب اتقل يعني. طبعا المغرب كمان طبعا كسبتها قبل كده خبره 2020. ومهاره لو سالتك انت كندي تقول لي ايه؟ انا كندي فوق راسي شايل بلدي. تيشيرت كندا بيجيب منين يا ابني؟ انا بص انا معاكم لحد ما تطلعوا. نقفل الملف بقى، نخش على ايه؟ الفراعنه. من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن. بقولها وانا في كامل قوايا العقليه، ليه منتخب مصر ما ياخدش كاس العالم؟ هتشتمني؟ اشتمني، مش مصدق ما تصدقش. ليه ما كسبش الارجنتين؟ استراليا ما كده كده هنعديها. انت عايزنا نخسر ولا ايه؟ بصراحه كده انا شايف ان احنا نقدر. عندهم ميسي، طب ما عندنا صلاح. عندهم مارتينيز والفاريز، ما عندنا مرموش وامام عاشور. احنا المغرب احسن مننا في ايه؟ عندهم بونو، ما عندنا شوبير. الله، ما حمزه عبد الكريم بيلعب في برشلونه. ليه بجد ما ناخدش كاس العالم؟ ليه ما نطلعش الارجنتين؟ ما السعوديه طرقعتهم 2-1 عادي جدا. وبعدين ده باراجواي بيطلعت المانيا اهو. يعني في كره القدم يا باشا هنقفل ونزنق، هوبا اكسترا تايم، هوبا ضربات جزاء، شوبير يشيل له 2، شكرا سلام عليكم وانا بلعب دور 8. ساعتها بقى يحلها ايه؟ ربنا يا باشا. هنقفل وهنلعب، هنعمل زي كروش يا باشا، هنركن اتوبيس. لكن المنتخب بيقدم كوره، بيقدم اداء. لاعب ماتش على ايران قوي جدا. الحظ كان معانا في بعض الاوقات، لكن هم ضاغطينك عايزين يصعدوا، لكن انت كنت واقف على رجلك، جالك اصابه، جالك 2، صلاح طلع بدري، اتأثرنا جامد. لكن انا بقولها ومتاكد مليون في الميه ان لو احنا صدقنا نفسنا نقدر نلعب على الاقل سيمي فاينل. فخلينا نروح بقى للضيوف بتوعنا ونشوف ايه رايهم في الكلام ده. بص يا احمد، هو اول حاجه احنا ما ينفعش نطلع سلمتين قبل ما نطلع اول سلمه. ماشي، انت مش عايز تسبق الاحداث. يعني انا لا عندي استراليا دلوقتي. ماشي. عندي هوم ورك اسمه استراليا. يا عم انت لسه كسبها 3-1. ماليش دعوه. مش نيوزيلندا دي جنبها، دي تحت كده، دي تحت كده، تحت القاره. بص دي نجمه زياده في العالم. خلينا نبدا كلامنا باستراليا. اوكي. استراليا هي مش الابجريد بتاع نيوزيلندا، هي مش البرو بتاع نيوزيلندا. استراليا فريق متميز، فريق بيمتلك قوام كله من الناشئين. الاتحاد الاسترالي نفسه وضع خطه من سنتين بتكوين فريق لمده 10 سنين. فانت عندك القوام 10 الاساسي سنين. يعني 10 خططوا سنين قصدك. عايزين يعملوا فريق يبقى القوام بتاعه ثابت لمده 10 سنين. تمام. كده كمان ان هم هتبص في ايه؟ معدل اعمارهم القوام الاساسي بتاع الفريق تمام. من 20 ل 22. تمام. باستثناء 3 لعيبه بس، واحد 26 27 30. بمعنى ايه؟ انت بتتكلم في فريق بيديك مرونه تكتيكيه بشعه. الراجل عشان تتفرج على استراليا عندك 3 ماتشات في كاس العالم، 5-3-2 العب، 5-4-1 العب، 3-5-2 العب. اللي بيعملوا ده ايه؟
ده مرونه تكتيكيه بسبب اعمار اللعيبه من الاخر تديك 120 دقيقه بكل اريحيه وتنفذ كلام اي مدير فني مهما حصل. فانت بتقابل فريق في مرونه تكتيكيه، فريق معدل اعماره صغير، فريق بيجري، فريق سريع، فريق الجون بتاعه والثلاث يعني مدافعين. يا جماعه برضو استراليا ما فيهاش كوره، احنا مش عايزين نفخم الامور. انت مش بتلاعب فرنسا. ماشي، ما هو انت استراليا بس ما فيهاش كوره، بس انت لازم تحترمها. ده فريق وصل زيه وزيك احنا بالظبط. هنطلع. هنصعد مش هنطلع. ما انا بسأل هنطلع. ما هو احنا لا، على المدار. احنا لازم نبقى مركزين اه. عشان نصعد. اه لو استهونا وقلنا دي استراليا هنروح. وهدان. بص يا معلم، راجل شايف ان احنا نقابل منافس قوي جدا. من الاخر عايز يقول لنا نخلي بالنا. هو معاه حق، لان احنا عندنا كمصريين حاجه دايما بنحتفل بدري بدري وبنزود وبنزود في الاحتفالات. شايف ان كابتن حسام حسن ازاي يتعامل مع المباراه دي علشان يتخطى عقبه المشكله اللي الراجل اتكلم فيها. طيب انا شايف الاول ان انت يعني هو الاول خد انتقادات كتير قوي على موضوع المدافعين، ولكن سبحان الله تحس ان ربنا معاه. يعني جالك كام اصابه لكام مدافع مش عارفين هيلعب، كارثه طبعا ان انت هو اللي دمر عبد المنعم. يعني معلش احنا بنحبك يا عميد. بس عبد المنعم بصراحه ان هو يبدا وهو مصاب. ناتجه عن قله الخبره، بس صدقني طول ما في جهد وعرق وتركيز هتلاقي في اهم حاجه في الدنيا في الكوره اسمها التوفيق، هتلاقيها موجوده. رامي ربيعه كمان شايف ان هو عامل اداء رجولي بصراحه. هاني تطور فظيع جدا يا جماعه. هاني لازم نديله حقه، يعني هاني لازم نديله حقه رغم الانتقادات اللي احنا بننتقدها ليه في الاهلي. لا انا هاني نديله حقه بقى يا جماعه. كنت بتكلم حلقه الحلقه كلها كانت هاني وبعدين هاني النهارده لولا سنه كان زيه زي شوبير مش هيرجع على مصر. بالظبط. انا برضو شايف ان انت كمان عندك نقطه ضعف، ان انت هتلعب الماتش الجاي من غير مهند لاشين، هتفتقده لان هو مهند لاشين. مين تاني؟ وعندك حمدي فتحي اصابه، وعندك احمد فتوح. خلاص كده كل سنه طيب. خسرناه فلده تقيله قوي وسفله قوي وهاديه ما بيخافش. انا صلاح فتوح اتقل باك شمال في افريقيا. الباك الشمال اللي لو ما زودكش يعوض لك ده لان هو بيلعب بيمينه اساسا. كريم حافظ مش هيقدر يعوض لك اي حاجه لان هو بيلعب بيمينه كمان، ومش هيقدر يعمل لك الادوار والفنتات بقى والفنيات بتاعت فتوح. الحاله اللي عليها المنتخب هتعوض كل الفنيات باذن الله. طب صلاح احنا دخلنا في التشكيل بقى، مين هيلعب مش هيلعب. السؤال الاولاني، هل حسام حسن يا وهدان هيغير التشكيل ولا هيلعب بنفس الريتم؟ انا شايف ان هو يدي نفس الريتم، وكمان يدي محمود صابر تاني، يعني نفس التشكيله. يدي محمود صابر تاني، لان محمود صابر لما محمود صابر عمل اداء بيفرق عن مهند بقى في الحته دي بقى. الاتاكينج ان هو بيهاجم وما بيخافش، فاهم، بيروح برجله على الجون. طبعا ده بيعوضه ان مروان بيبقى لوحده دفاعيا. مهند طبعا انت اكيد هتتاثر بغياب مهند، انت 100% هتتاثر بغياب مهند، لان ده هيفرق معاك جدا دفاعيا. مروان هيبقى شايل وسط الملعب لوحده تقريبا، فاهم، قصاد انت زي ما قال الكابتن ان استراليا لعيبتها كمان قوامها الجسماني قوي، قوامها الجسماني ميدانيا كمان. كمان عندك انت الكور العاليه كمان، السكند بول انت مش ممكن ما تعرفش تستغل ده لان مروان معطيه برده قصير. انا عايز بقى اروح لحته مهمه. يا استاذ وائل هيثم حسن ده مزعلني قوي. ليه بقى؟ لان انا حضرت القصه من البدايه وسط الصحفيين وسط الصحافه والاخبار. الراجل لعب معاك وديات، قدم اداء عالي جدا. الراجل حصلت عليه خناقه لدرجه ان بقى في تقارير بتتعمل بالمنصات والصحف الرياضيه. هل يصبح هيثم حسن بديل محمد صلاح؟ ما تتكلم بقى. الراجل من ضمن كام مراوغ في الدوري الاسباني، الراجل لعب مع ريال مدريد وبرشلونه، كان سافل، لعب معاك انت شخصيا وكان عامل اداء عالي جدا والكره في رجله جميله جدا. شفت وصلنا لايه؟ هل يحل محل صلاح وانه كبر؟ ما هو محدش لسه كان شاف اداء صلاح مع المنتخب في كاس العالم من كده، لانه ما يشهمش الملعب. وبعدين احنا هنا يا راجل، ده احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على حمزه عبد الكريم وقلنا ان التمرينه في اوروبا احسن من 100 ماتش في الدوري المصري ولا 10 ماتشات في الدوري المصري. الراجل ده متعلم كوره بره، متاسس صح بره، مثل منتخب فرنسي تحت السن، بيلعب دوري اسباني، لاعب دوري فرنسي، وبتلاعب محليين عليه.
يعني انت ده بالنسبه لي زيه زي مرموش زي صلاح زي حمزه عبد الكريم، دي ناس لازم تيجي، لازم تلعب، لازم تشارك، صح ولا انا بتكلم غلط؟ بص، عايز تعرف هيثم حسن بعد ما كان كل ماتش لازم يبقى ليه دور ويشارك على الاقل في 30 دقيقه سواء شوط تاني او الكلام ده كله. بص على اخر ماتش ودي لمنتخبنا الوطني، بص على اول ما هيثم حسن نزل اول 3 تدخلات، هيثم حسن فقد الكوره ووقف مكانه. من ساعتها حسام حسن وهو قعدوا بره، مش قعدوا جنب خلاص. يعني انت شايف الموضوع ليه علاقه تكتيكيا؟ علاقه الراجل ما بيدافعش زي ما هو عاوز او بينفذش تكتيكية، ما الاوامر، بيسمعش الكلام، ما بينفذش الاوامر. ما انا عندي محمد صلاح يا جماعه ما بيرجعش، وعندي الواجب الدفاعي بتاع عمر مرموش مش احسن حاجه، هزود عليهم هيثم حسن. طب ما انا بالاولى بقى لاعب تريزيجيه، ما هو تريزيجيه يعني يا جماعه 3 مباريات احمد السيد زيزو اللي مخلص موسم مش احسن حاجه. زيزو عنده ولا ما عندوش؟ عنده، صح. طيب موهبه كبيره، اسم كبير، عمل تاريخ في الدوري المصري، بس الموسم ده احنا كرة القدم معطيات، صح؟ انت مش هتلعب موسم وتعيش على طول حياتك، انت النهارده حلو بكره وحش هنقول وحش. هل هيثم حسن يقعد لزيزو؟ يعني 3 مباريات تغييرة هيثم حسن تكون زيزو مش هيثم حسن؟ انا قلت لك هي بره الفنيه بقى، هي واجبات وادوار دفاعيه مطلوبه من الراجل اللي بيلعب وينج قدام محمد هاني. بس احنا بدانا بقى نتكلم في تاكتكس دلوقتي. طبعا انا عندي الباك اليمين لازم يبقى معاه الوينج يرجع ورا يغطي، فهي الادوار دي زيزو بيعملها احسن من هيثم. ما تبصش على هيثم حسن وهو بيراوغ الكوره، محمد حسن احسن من احسن 10 مراوغين في الدوري الاسباني. يعني هو مش اضافه ليك في الملعب؟ هو طبعا اضافه في الوقت الهجومي، هو ما خدش وقت هجومي ولا وقت دفاعي، هيجربوا في ماتش عشان صلاح اتصاب مش اكتر. صلاح هيلعب بس مش جاهز 100%، عنده حته في الخلفيه برضو. ما تربطش صلاح بهيثم حسن، ان صلاح بالنيو شيب في كاس العالم هو مش في مركز هيثم حسن. طيب. شكل تاني طيب. هو انا بالنسبه لي تريزيجيه يتفوق على الاثنين. اسالك سؤال. تريزيجيه يتفوق على الاثنين لا بصراحه. عايز اسالك سؤال. انا كهيثم حسن كل الكلام ده فوق دماغي يا عم، بس انت جبتني قعدت معايا، كان قدامي تونس، قدامي غير بغض النظر ان تونس قدمت هو تقريبا هيثم حسن ساكت عشان شايف تونس قال لك الحمد لله مصر على الاقل مصر مكمله، ما بلعبش بس مكمله. فهيثم حسن ده انت جيت قعدت معايا على الترابيزه، احنا اتفقنا الاحتراف بقى مختلف عن زمان، صح. هتديني ايه هديك ايه؟ انا هتجنس معاك او هختارك تبقى بلدي وامثلك مقابل ايه؟ حب الوطن. لا الناس ما تعرفش الكلام ده، هو اتربى بره صح وعاش بره، فاكيد اتفقت معايا على حاجات، صح؟ صح. واتفقنا على شويه امور. انا وضع ايه دلوقتي كواحد جايبني نجم وانا اللي حاطط شروطي وحاطط حاجاتي وايه اللي هيحصل، واتفقنا ووافقت ان اجي امثل وقلت له انا محتاجك وانا جاي عشان كاس العالم، ما لعبش كاس العالم. طب انا موقفي ايه؟ مستني مني ايه؟ بص يا احمد، برضه اقول لك على حاجه. هو طبعا اول حاجه احنا نروح لها العائق اللي موجود عند هيثم حسن في اللغه، ده واحد ان هو مش متربي معانا او المنتخب ما فيهوش مترجم. يا ابني لا اسمعني الكوميكس ده اسمعني للاخر. محمد صلاح نفسه يتقدم. لا مش على كده، مش على كده، انا بتكلم ان هو تحس ان هو برضو يعني في احتفالات الماتش التاني بتاع نيوزيلندا تحس ان هو هم بياخدوهم ويضموه معاهم، بس تحس ان برضو هو في فقاعه لوحده او ان هو بقى مرمي لوحده في زون لوحده. انا ما تاقلمتش لعيب، مش متاقلم. ده ده واحد. اتنين زي ما قال الكابتن برضو ال التكتيك ان هو نزل فقد كوره في ماتش البرازيل، ده واحد. بالنسبه لي تريزيجيه بيعمل الادوار دفاعيا احسن منه، وتريزيجيه برضو لعيب برضو كبير، لعيب محترف بره، لعيب لعب في استون فيلا، لعيب خرج ارسنال قبل كده من صراع دوري الابطال، لعيب كبير. بالنسبه لي تريزيجيه كمان ولما نزل سجل هدف وبيعمل الدور الدفاعي وبيقاتل وبيعمل حاجات يعني كتير انت جدا. ضد مع بقاء هيثم حسن على الدكه؟ لا انا ضد بقاء على الدكه، لان هو لازم ينزل على زيزو، بس لو انت تريزيجيه كده كلامك متناقض. لا مش يعني ينزل على زيزو. بص انا بالنسبه لي تريزيجيه هيثم حسن زيزو، تريزيجيه هيثم حسن زيزو. فكنا من هيثم حسن يا عم هيثم هتشارك ما تخافش. هيشارك ان شاء الله. هتشارك. احنا كده خلاص. في حاجه مضايقاني قوي جدا يا استاذ وائل، وهي فئه كبيره من الشعب المصري مستكترين ان احنا كسبنا نيوزيلندا وصعدنا مركز تاني وكنا نصعد مركز اول، وفي ماتش ايران كانوا مستنيينا ان احنا ايه؟ نخلع. بص انا كنت عايز اتكلم في الموضوع ده. ان انا شايف فئه كبيره
ومش من الشعب تتلكك. المصري، ده فئه كبيره من الاعلام بتتلكك. عايزه تظهر، عايزه تطلع ترند، اه عايزه مفيش انجاز، لسه مفيش حاجه حصلت. طيار المعارض. بص يا حبيبي انا عايز اقول لك على حاجه، انت قول وهو لهم. اقول لك على حاجه، اهو انت وهو الكاميرا ايه، قول لهم. انت كده كده منتخب بلدك أيوة. عمل انجاز، سواء بقى بمزاجك مش بمزاجك، دي ارقام. التاريخ يا باشا في سجل أرقام. لاول مره في انت حياتنا. اول مره في حياتك تصعد من دور المجموعات، اول مره في حياتك تصعد من دور المجموعات بدون هزيمه، اول مره تكسب، اول مره في حياتك تحقق فوز في كاس العالم، اول مره في تاريخ كاس العالم تحرز 5 اهداف، حصل اول مره في تاريخ كاس العالم منتخب بلدك حصل يسجل اول 5 دقائق او اول 6 دقائق. حصل كل دي ارقام قياسيه، حصل. مش مستنيه حد يقيم اللي عمله المنتخب ده انجاز او مش انجاز. كل دي ارقام قياسيه بتقول ان منتخبنا مشرفنا ولامم حوالينا الشعب المصري. طيب وهدان عايز توجه لهم رساله؟ انا اول حاجه بتوجه لهم رساله رايي في الموضوع ده على قناتي. على قهوتي وقناتي. لا لا ملهاش علاقه، بس انا بمشي بمبدا في الحياه عامه، حتى في حياتي الشخصيه يا باشا انا عايش اللحظه بلحظتها. انا اتبسطت جدا بصراحه. انت ما ينفعش تاجل الفرحه. طبعا. اصل انا ايه هاجل الفرحه لحين تحقيق انجاز كبير؟ عمر اللحظه المناسبه ما هتيجي. لا يا باشا انا ايه ادي اللحظه حقها، كسبت انا هحتفل بالفوز وهديه حقه، لان كده كده انا مش هاخد كاس العالم. سيبك من الكلام اللي أنا قلته في بدايه الحلقه. بس ده لا مش هوك، ده على الواقع. لما انا شفت اداء المنتخب قلت ليه ما نفكرش وما نصدقش، لكن على الورق وانا داخل البطوله انا مش هاخد كاس العالم، فانا ليه؟ احصائيات يا احمد بتقول ان احنا لو اسمعني كسبنا بس. كأس العالم اقتصادنا هنقدر نصر. اسمعني بس اسمعني، عايز اقول حاجه مهمه. اصل انا ماشي بمبدا ايه؟ ان يا باشا انا النهارده بعمل اللي عليا وبشتغل. والله عملتها انا جامد جدا ورقم واحد ما فيش زيي على كوكب الارض والحمد لله. فشلت انا كده كده مش خسران حاجه ويكفيني شرف المحاوله. واخد بالك واخد بالك. فيا عم احتفل يا عم، زودت الاحتفالات وطلعت من استراليا عادي، على الاقل ابقى عشت يومين حلوين. يعني حتى لو انا احتفلت واتبسطت والجمهور نزل والدنيا نزلت والناس احتفلت، ابقى عشت يومين حلوين. وانا عايش كاس عالم كل كام مره جديده عايش عليها. هاجل الفرحه ليه؟ ولا مفيش، الفرحه عشان موجوده. تاجل الفرحه لحد نعمل انجاز، احنا كده مش انجاز يا عم. لا هفرح يا عم، هفرح غصب عنك يا عم، ولو طلعت عادي يا عم. القياسي ده في حد ذاته بيساوي كلمه انجاز. الرقم الحاجات اللي اول مره بعملها في التاريخ دي اسمها انجاز. هو يعني ايه انجاز؟ يعني حاجات عمري ما عملتها. كل اللي انا عديته ده احنا ما عملناش ايه اللي مخلي الناس بقى حاسه كده؟ زياده عدد المنتخبات ده اللي مخلي الناس ايه حاسه اللي هو ايه. لا هو اللي مخلي بس بعض الناس عامله كده اهلي وزمالك. بعض الناس لا اسمع بس اللي بقول لك عليه، اللي مخلي الموضوع ده اهلي وزمالك. يعني انت نادرا ما تلاقي حد مثلا منتمي للاهلي بيقول الكلام ده. نفسي نبطل الانتماءات مع المنتخب. يعني كل ده بسبب ان مصطفى محمد ما راحش امريكا. لا في دبه كبيره جدا. محمد شحاته ما راحش امريكا. محمد اسماعيل ما راحش امريكا. انا بالنسبه لي كزملكاوي الموضوع ده مش فارق لي. طب صلوا على النبي. كزملكاوي اهم حاجه احنا دلوقتي عايزين نتكلم بقى هنعمل ايه مع الارجنتين. ايه؟ ومين اللي قال لك ان احنا هنقابل الارجنتين؟ هنقابل ايه ده انت بتعلي هنولع يا نهار ابيض، ده بيضرب. ارجع لاول ماتش ما بين اسبانيا وكاب فيردي. ماشي. هو مين فنيا اقوى؟ كاب فيردي اسبانيا ولا الارجنتين؟ اسبانيا من غير ما تفكر. اسبانيا ماشي ميسي معاك للاخر، انا معاك للاخر. كاب فيردي عملت ايه مع اسبانيا؟ تعادلت 0-0. ماشي. ايه المشكله؟ ماتشات اقصائيه وهركن اتوبيس ونفس اسلوب لعبي اللي لعبته قدام اسبانيا من غير ما وانا مغمض طبيعي هيلعبوه قدام الارجنتين. ايه المشكله ما اروحش ال 120 دقيقه وضربات جزاء وتلاقي ارجنتين بره؟ انا متوقعها يا نهار ازرق كاب فيردي هيتهور تحقق المفاجاه وتطلع الارجنتين. يا عم لا يا عم احنا عايزين نلعب يا عم الارجنتين يا عم. نفسي العب عايزين نقابل ميسي تسويقيا كاس عالم. يا عم لا يا عم. لا يا باشا انا عايز الكتف في التاريخ ان انا طلعت دور الثمانيه. طب ماذا لو كاب فيردي اللي طلعت وقالت تطلعك؟ بالنسبه لي كاب فيردي على فكره يا جماعه، كاب فيردي برضه لما لعبت فريق لاتيني زي الاوروجواي عملت عليها ماتش جبار. شفت الجول الاولاني الواد شايط شوطه والله شبه روبرتو كارلوس.
شبه هي روبرتو الأوروجواي زي كارلوس. المانيا مش هي، وزي البرازيل مش هي الاوروجواي برضه. طبعا. لا انا معايا مايك. الاوروجواي مش هي الاوروجواي برضه يا جماعه. انا متخيل ماتش اسبانيا وكاب فيردي هو كوبي بيست اسبانيا والارجنتين بكره او بعد. طيب احنا داخلين على مباراة تاريخية دراماتيكية سهلة نسبية مهمة جدا. مصر ضد استراليا، دور ال 32، أول مرة للفراعنة يلعبوا هذا الدور. خروج المغلوب. هل نقدر نسير على خطى المغرب كمنتخب عربي ونبقى زينا زيهم ونفرح زيهم، ولا المنتخب كالعادة الشماعة اللي انت قلت لي عليها الحلقة اللي فاتت بتاعتنا البدلة القديمة يا باشا نلبسها وهنخرج ويدور مداخلك شر، والاعلام يستضيف بقى اللعيبه بعد كاس العالم، وكابتن مش عارف مين يجيب لي ده هنا وده يستضيف لي ده هنا، ويبقوا ابطال على حس الماتش اللي كسبناه والصعود التاريخي فيا جماعه توقعاتكم ايه لمباراه استراليا؟ توقعاتك يا ريس؟ ماتش العمر، ماتش العمر، ماتش صعب جدا. طريقه لعب استراليا ضد او بتبقى صعبه عشان هي ماتشنج مع نقط ضعف منتخبنا الوطني. قوه استراليا الهجوميه بتتمثل في الكور الطوليه والكور العرضيه واطوالهم الفارعه اللي هي نقطه ضعف منتخبنا. طب هيثم حسن محتاج الماتش خط دفاعنا. متر ده هيثم حسن تحت هيقوم مش انت كده بتتكلم بقى على الشق الهجومي. احنا بنتكلم دلوقتي احنا بنتكلم على الشق الدفاعي. خير وسيله للدفاع الهجوم. انا انزل يا باشا انسى. لا هم كده اصلا استراليا طريقه لعبها وطبيعه لعبها بتسيب لك الكوره. استراليا كسبت ماتش واحد في كاس العالم، هو ماتش تركيا، كان نسبه الاستحواذ 72-28. توقعاتك لنتيجه المباراه؟ ماتش صعب، وان شاء الله فوز المنتخب الوطني 2-1. خد مني وما تراجعش ورايا، مش هقول نتيجه كالعاده. هنكسب استراليا وهنكسب الارجنتين، وبعدها مش هيهمنا مين نقابله اصلا في دور الثمانيه. خش يا ابني. انا بالنسبه لي توقعي هيبقى فوز، بس فوز بطريقه حاسس ان احنا ممكن نكسب ضربات جزاء. حاسس الماتش هيبقى 1-1 وهيروح ضربات جزاء وهنكسب، لان هم يعني ضعاف جدا في النقطه دي برضو. يعني ضربات جزاء هم مش افضل حاجه في تاريخ الارجنتين. بص انا بالنسبه لي يعني ايا كان نتيجه الماتش قلت مش هم عندهم ميسي، هم عندهم ميسي، احنا عندنا صلاح، عندهم كريستيانو، عندنا صلاحيانو. بس يا جدعان الارجنتين جواها تتمحور. انا نتبسط بس في الماتش، يعني تتكتب في التاريخ ان انت لعبت ميسي وميسي برضه انا عايز العب الارجنتين حتى لو طلعت. بصراحه انا عايز العب ميسي حتى لو طلعت ابقى مبسوط، يعني اللي هو بطل العالم برضه النسخه اللي قبل كده. يعني العب الليفل ده طبعا حاجه طبعا هتلاعب ميسي بغض النظر عن النتيجه، حاجه واستمتع بلعيبتي يا باشا. هتلاعب ميسي وهم بيلعبوا في دور ميسي 16 بيلعبوا كاس عالم، عالم، بيلعبوا نجوم العالم كله. ميسي دور 16 كاس عالم، بطل العالم. يعني انت مش ميسي وبس، انت هتلاعب بطل العالم. يعني تسويقيا ده هيبقى اقوى ماتش. صلاح وميسي ده هيبقى الصحف كلها في الصحف العالميه. هات يا باشا كده عشان ايه كده نكون خلصنا فقره كلام قهاوي، وده كان كلام قهاوي النهارده. كانت الحلقه الثالثه من قهوه المونديال، وكالعاده استمتعنا بكلام طبيعي عشوائي تكتيكي تنظيمي، هو كلام خليط بين كل حاجه. اللي عنده حاجه قالها، في مساحه للجميع. ناس ممكن تيجي تقف جنبنا يتكلموا عادي. واحد هناك كان عايز يجي ما رضاش يجي، بس لو جه الراجل ده عايز يتكلم يقول حاجه هنجيبه دلوقتي برضو. هنا المساحه هنا للجميع. ليه؟ لان هنا قهوه طبيعيه مصريه بلدي 100% وسط الناس الطبيعيه. دي فكره البرنامج وفكره القهوه. استمتعت معاكم بالحديث، واستمتعت معاك يا استاذ وائل، وخلاص الراجل على الصوت والماتش هيبدا. استمتعت معاك يا وهدان، بشكرك جدا. شكرا جدا يا احمد، واستمتعت بيك، وان شاء الله المشاهدين كلهم ودايما منورني كده ومتالق. ربنا يخليك يا احمد. حبيبي يا عم محمد وهدان، نورتني ونورت الحلقه. حابب اشكرك واشكر كابتن وائل طبعا. كانت حلقه مميزه وحلقه حلوه جدا، وان شاء الله نكمل لحد ما مصر توصل للنهائي ان شاء الله. شكرا لكم انتوا كمان لو وصلتوا لحد هنا من الحلقه، واشوفكم في الحلقه الجايه، وان شاء الله تكون حلقه مصر الارجنتين، واحنا بنخطط وبنتكتك بقى هنعمل ايه مع البني ادمين دول. اشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه. من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن. خلصنا كلام قهاوي، ودلوقتي هنخش على كلام الجماهير.
تعال نشوف توقعات الناس جوه القهوه قاعدين بيتفرجوا على ماتش انجلترا دلوقتي في دور 32. هنتسحب ونتجول فنشوف، ناخد ناس عشوائيه كده رايهم في المباراه. في واحد صديق اندونيسي تقريبا، تعال نقعد نشوف رايه ايه في المباراه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. انت بخير؟ الحمد. انا اتحدث الاندونيسيه جاي. انت من اين الاول؟ فطاني. انت الدوله دولة تايلاند. تايلاند. انا اتحدث التايلانديه جيدا هكذا. انا الان اتحدث لغه الاصدقاء. انت مبسوط هنا؟ سعيد في مصر؟ في مصر ايوه. انت تتابع مباراه انجلترا صح؟ انت تشجع مين؟ انجليز. طب ومنتخب مصر، انت تشجع منتخب مصر؟ بس مع استراليا يعني مصر واستراليا من يفوز؟ مصر تفوز على استراليا. ايوه. النتيجه 0-2. 2-0. من سيسجل؟ محمد صلاح. 2 مو صلاح. ايوه. راجل توقع 2 محمد صلاح. انت مبسوط باداء المنتخب مصر في البطوله؟ ايوه كويس. ماذا سيحدث اذا واجهت مصر الارجنتين؟ ميسي. مش عارف يعني مو صلاح سيفوز ام ميسي؟ ايوه. من انت تحب ميسي. ايوه. صلاح ام ميسي؟ هديك الباسبور ما تغادر لتايلاند. اختار بسرعه، اختار. صلاح. محمد صلاح. ايوه كده هيقعد معانا في مصر. تعالى يا ابني ناخد حد. تعالى، في واحد كان قاعد هنا قدام عايز ايه، وصلت لي الراجل ده. شايف الراجل ده؟ تعالى نروح ايه ناخد شكله عنده حاجه يقولها. تعالى معايا. تعالى يا حاج ناوي. يا باشا. عامل ايه يا حاج ناوي؟ يا باشا عاملين اخبارك ايه؟ الحمد لله والله يا باشا. كله تمام؟ كله تمام يا باشا. فوق كده وانا تحت. الماتش مين اللي بيلعب، انجلترا والكونغو؟ انجلترا والكونغو. انت مين هيكسب؟ الفريق الانجليزي ان شاء الله. انجلترا. بتشجع انجلترا؟ طب انت مصر هتعمل ايه مع استراليا طيب؟ لا ان شاء الله نفوز باذن الله 1-0 باذن الله. مين اللي هيسجل؟ هشجع محمد صلاح باذن الله. طب انت رايك ايه في اصابه صلاح وهيثم حسن ما بيلعبش، وينفع الكلام ده؟ ان شاء الله ربنا يشفيهم يا رب، ربنا يشفيهم ويرفع عنهم يا رب جاهل درجه سيدنا النبي ويلعبوا في الماتش ان شاء الله. وهيثم حسن مش هيلعب؟ مش عارف عاد هينزل عاد ولا مش عارف. هو ليه مش عايز يلعبه طيب حسام حسن؟ مش عارف، يبقى في حاجه الله اعلم. لكن احنا ممكن نقابل الارجنتين ميسي. ما احنا هنفوز فريق جوان قبل الارجنتين ان شاء الله. هنعمل معاه. هنقابلوه. هنعمل ايه مع الارجنتين؟ هنقابلوه والله ان شاء الله. مين؟ هنقابل الارجنتين، نفوز على الفريق ده ان شاء الله يوم الجمعه، وهنلعبوا ان شاء الله الارجنتين وان شاء الله نفوز عليه باذن الله. هنفوز على الارجنتين؟ نفوزوا. بطل العالم. وماله يعني مش حاجه صعبه والله. انت شايف ان احنا هنفوز على الارجنتين؟ اي فرقه دخلت كاس العالم قويه. طب والراجل ده الراجل ده قال كلام كبير قوي. بقول لك على حاجه، قال كلام كبير بعيد قوي على ربنا. ان شاء الله ربنا معانا، ويا عم نعمل نتيجه حلوه ونوصل اكسترا تايم حتى ونخرج شكلنا حلوين. بس هو بيقول كلام كبير، بيقول لك هنكسب استراليا. بقول لك ايه، وانا هعدي الارجنتين. مش السعوديه غلبت الارجنتين. اصل كان اول ماتش لسه. احنا اقوى من السعوديه بكتير. السيزون اللي فات السعوديه كانت لا كانت مش قوي برضه، احنا اقوى منها بكتير. الكونغو جابت الاول في انجلترا اهو. هات يا ابني الجون يا ابني. يعني باراجواي تطلع ألمانيا. يعني باراجواي طلعت المانيا، والكونغو هتطلع انجلترا، والراجل ده شكله مصر هتطلع الارجنتين. طب استراليا احنا هنعمل ايه مع استراليا؟ يعني احنا احسن منها برضه ان شاء الله. هنكسب. طب توقعاتك لنتيجه المباراه؟ يعني ان شاء الله 2-1 لينا. مين هيسجل؟ قلبي حاسس كده ان زيكو هيسجل وتريزيجيه. لكن انت بتشوف الحاله العامه للمنتخب والاداء ازاي في كاس العالم؟ والله احنا متعودنا على منتخب مصر كل مره بيبدا بليفل قليل، وبعد كده بيبدا مع الماتشات بيبدا يعني الليفل بتاعنا بيبقى احسن. لكن ممكن نعمل مفاجاه زي المغرب. احنا زي المغرب واحسن من المغرب كمان. انا بحييك والله، بحييك على شجاعتك وثقتك بنفسك وثقتك في المنتخب الوطني. دي برنامج اسمه قهوة المونديال على السوشيال ميديا، فيسبوك هتكتب قهوة المونديال هتلاقينا
فيديوهات كتير قد كده بقى مع الناس ان شاء الله. ما تقلقش ربنا يعني، يوفقك. هتلاقي اول واحد انت هتنور الفيديو. ربنا يوفقك. حبيبي الله ربنا يخليك. يوفقك. طيب احنا شايفين الناس بمختلف الطبقات والاشكال بيتفرجوا، والكونغو عملتها والراجل بيرفع شقلباظات اهو، يعني حاجه غريبه مريبه عجيبه. ايه يا حاج؟ فرنسا امبارح كنت بتفرج امبارح على الجماهير هنا والناس ماتش هنا. مين؟ فرنسا كانت بتلاعب مين فرنسا؟ السويد؟ كانت بتلاعب السويد. السويد طب انا هاجي فرنسا، عايز نيجي في المغرب. تعالى ماتش مصر ان شاء الله. طب انت توقعاتك ايه الماتش مصر واستراليا؟ والله لو عدينا بحاجه تانية يبقى انجاز تاريخي يعني احنا هنعدي ولا لا؟ ان شاء الله. يعني مصر هتكسب؟ ان شاء الله. كام النتيجه طيب؟ التوقعات بتاعت ربنا دي بقى، بس احنا هنكسب. يعني 1-0 بقى تقابل الارجنتين. يعني الارجنتين هتكسب كاب فيردي وهنقابلها. هنعمل ايه مع الارجنتين؟ لا هنطلع من الارجنتين. ليه كده؟ الراجل هناك والراجل ده قال لك هنكسب وقال لا. لك استشهدوا. هنكسب الماتش الجاي. ايه يبقى معجزه. وصلنا لايه؟ دخلنا ل 32. حلو قوي. ماشي. احنا من 48 بيستدلوا، ده بيقول لك انجلترا خسرانه ايه وباراجواي طلعت المانيا. مالك 3 دقايق لسه يعني. لسه بدري. تتوقع انت الماتش ده لا بقى؟ احنا اخرنا الارجنتين. انت راجل اللي هتوقع ايه؟ انا اتوقع ايه؟ الارجنتين هتكسب. انا اتوقع الكونغو ممكن تعملها ضربات جزاء، وبنصور قبل الماتش ما يخلص ان شاء الله. طيب انجلترا عملت مفاجاه فعلا، الكونغو في اول 10 دقايق كسبانه 1-0 وهدف جميل جدا. الراجل عمال يرفع شقلباظات، الناس على القهوه لسه بتتكلم مين هيكسب الارجنتين ولا انت رايح فين؟ بس تعالى. لا تعالى، انت جيت لي انتوا جيتوا، ما حدش. تعالى يا دكتور، تعالى يا دكتور، يعني ده اكيد دكتور في التحليل والتكتيك برضه، انزل لي كده تحت. يلا يا عم عامل ايه؟ لسه بسالهم هنعمل ايه مع الارجنتين وهنكسب استراليا، قالت لك الكونغو. بقول لهم ازاي هنكسب الارجنتين؟ قال لك ما باراجواي عملتها مع المانيا، والكونغو هي على فجاه عملتها مع انجلترا. ماشي. هنعمل ايه مع استراليا الاول بس؟ استراليا اعتقد جدا، يعني مشكلتنا اللي احنا دايما توقعاتنا بنسبق الاحداث دايما. يعني احنا فكرنا في الارجنتين وفكرنا في ميسي، بس اعتقد بنسبه 70% صعب جدا ان انت تعدي من استراليا. صعب تعدي من استراليا؟ انت بتقول كلام مغير للشعب المصري كله والله للاسف يعني. فصعب جدا ان انت تعدي من استراليا الاول، نعدي بس منها وبعد كده نبدا نفكر في الارجنتين. مروان عطيه يبدا يفكر ازاي يوقف ميسي وياسر ابراهيم. يعني احنا بدانا نتكلم مروان عطيه ياسر ابراهيم بداوا يتكلموا عن ميسي اصلا واحنا لسه ما لعبناش. واستشهدوا بانتر ميامي بقى في كاس العالم للانديه. بالظبط. وياما اتعلمنا قبل كده، يعني في مونديال روسيا فضلنا برضه نتكلم عن حاجات زي كده واتغلبنا من السعوديه. بس المنتخب كويس، منتخب كويس جدا 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 السنه دي. حسام حسن عمل اداء عالي جدا. لا المره دي في تنافسيه كويسه جدا. بس انا جاي اسالك هنعمل ايه مع الارجنتين، تقول لنا نطلع من استراليا. انت متوقع ايه مباراه استراليا؟ بس توقع مباراه استراليا عادي جدا ممكن نكسب، مفيش اي مشكله. بس نتعامل مع الاداء نتعامل مع الموضوع بجديه، مش نتعامل مع الموضوع اللي هو سهل وهنعدي الارجنتين. يعني احنا مثلا يعني احنا مثلا في المجموعات كان اصعب ماتش معانا هو ايران، لان احنا كنا داخلين بتوقعات ان ايران دوله برضه فريق عادي والدنيا تبقى كويسه. هو احسن ماتش لعبناه كان بلجيكا. بس احنا الحمد لله ان احنا طلعنا تاني. لا احنا الحمد لله اداء كويس جدا. فرنسا ولا السنغال؟ الاداء كويس. يعني لو خيروك بين فرنسا السنغال استراليا كنت تختار مين؟ اختار استراليا. هي جات لك لحد عندك وانت بتخسرنا. اختار استراليا. اختار استراليا. احنا هنكسب وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب باذن الله. يا رب. انا بشكرك جدا واستمتعت معاك ان شاء الله. يعني زي ما انتم شايفين الشعب المصري كالعاده كله بيفهم كوره وكله بيتكلم في الكوره. انا استمتعت بالحلقه دي النهارده برضو. ان شاء الله المنتخب يقدم اداء كويس جدا، وانا متوقع هنكسب استراليا بس نركز وما نستهترش، وكمان هنكسب الارجنتين. واهو يا ابني صور يا ابني، انجلترا 1-0 اول 10 دقايق اهو. باراجواي طلعت المانيا، هولندا بتطلع من المغرب. خلاص الكوره ما بقاش فيها مستحيل. والراجل معانا في حلقه النهارده قال لك كاب فيردي هتطلع الارجنتين. اشوفكم الحلقه الجايه وقهوه المونديال الجايه. كان معاكم احمد عبد الباقي، مع السلامه.